مساء الخير عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مكملين مع بعض سلسلة نواعم العيد. اسفة جدا ان الفيديوهات بتنزل متأخر بعد العيد ما عدى. بس في كذا طريقة وفي كذا فيديو للنواعم على القناة، تقدري ترجعي لها في اي وقت، وتقدري تحتفظي لو عجبك يعني الفيديوهات بتاعت السنة دي او بتاعت العيد دوت، تحتفظي بيها عندك وتستخدميهم في اي وقت. يلا نبدأ مع بعض الصابلي بالشكل الجميل اللي انت شايفاه. هتعملي احلى صابلي وفخم جدا. مقاديري بتقول نص كيلو زبدة اللي انا ابتديت اشتغل فيها دي، وهي طالعة من التلاجة قبليها بليلة، لان احنا في الشتاء. لو هي في الصيف هنشتغل بيها وهي في التلاجة، يعني نطلعها في التلاجة نشتغل على طول علشان ما تفكش مني او تسيح. دي نص كيلو زبدة 500 جرام. معايا بيضتين عليهم رشة فانيليا، بيضتين كاملين طالعين برضو بدرجة حرارة الغرفة، لان ما ينفعش نستخدمهم هم ساقعين. ومعايا كوباية وربع من السكر الناعم البودر. انا طحناه في البيت مش بشتريه جاهز. تقدري تحطي من كوبايه وربع لكوبايه ونص على حسب ما انت ما بتحبي السكر قد ايه. انا بستكفى بالكوبايه وربع، لاني لسه هزود شوكولاته وهلزق وهحط مربى فانا بستكفى بكميه السكر دي علشان يطلع مقداره مظبوط جدا. تمام. الدقيق عندي قد ايه؟ الدقيق عندي بالظبط 750 جرام، اللي هو ما يعادل كيلو الا ربع من الدقيق، اللي منخول مره او منخول مرتين. بس كده، هي دي المقادير. بس هنضيف على جزء من العجينة 3 ل4 معالق من الكاكاو الخام الأسباني، علشان نعمل منها جزء الشوكولاتة. أهم حاجة في العجين بتاع الكحك والبسكوت، بتاع البسكوت والبيتي فور والصابلي، ان احنا نضرب الزبدة كويس جدا هي والسكر، لغاية لما نوصل لقوام ناعم جدا كريمي خالص، كأنه عامل زي الكريم شانتي. وبعد كده بننزل شوية بشوية، بيضة في التانية بيضة في التانية. ليه المرة دي عملنا بيض كامل، مش عملناه زي البيتي فور؟ احنا خدنا في البيتي فور، لو احنا حد يتفرج معايا على الفيديو البيتي فور، ان احنا عملنا 2 صفار بيض وبيضة كاملة، لان احنا كنا حابين البيتي فور يبقى ناعم. دي بقى مش هنحطه في الكيس ده، احنا هنقطعه بالقطاعات، فلازم يبقى ماسك شوية نفسه. ملمسه بيبقى مختلف شوية عن البيتي فور. بس بجد طعمه هو من غير تزويق ومن غير شوكولاتات. طعمه حلو جدا ومش مكلف، بيضتين بس يعني مش حكاية. وممكن كمان نستغنى عن الزبدة ونبدلها بأي مادة دهنية عندنا. بس ممكن يعني نعمل، يعني عشان ما نحلهاش مكلفة، نقسم الخليط، نعمل بيضاية واحدة مثلا وربع كيلو زبدة، ونقسم الكيلو لربع بتاع الدقيق ده. تمام. انا المقادير عندي مظبوطة جدا، وانا كنت مختبراها قبل كده، فحطيت كل كمية الدقيق ولميت العجينة كده، بس ما بعجنش يا دوبك، بس ما يعني بلم لغاية لما ما يبقاش فيه معايا عجين. سوري، ما يبقاش فيه معايا دقيق. طبعا بنختبر بالايد النظيفه، لان الايد اللي كلها عجين هتفضل تلزق معايا لغايه النهايه. هقسم الكميه اللي معايا نصين عشان حابه اعمل شوكولاته، فخلاص هجيب دول بقى كده على جنب، والكميه التانية دول هحط عليهم ال3 معالق الكاكاو، لازم يكون منخول. تمام كده. حطيت 3 معالق كاكاو، حسيت ان هي محتاجه كمان معلقه، زودت لها معلقه تاني، لان انا بحب لونها يبقى اغمق حاجه، مش بحبها تبقى اللون فاتح. لو انت حباها باللون دوت بتوقفي عند 3 معالق وخلاص، استوب على كده. ليه ما زودناش زبده؟ لان احنا مش هنحط العجين في الكيس، فاحنا مش حابين ان ملمسها يبقى سايل يعني، او طري زي البيتي فور، زي ما احنا عملنا في البيتي فور. كده كده هيتفرد، وكده كده هيتقطع بالقطاعه. يعني قوامها كده ملمسه حلو جدا، ومش محتاجين ان هي تاخد زبده زياده، لان هي اصلا واخده نص كيلو زبده. تمام كده. تقدري تستخدمي الزبده اللي بتريحك بقى، انت تحبي تستخدمي فيرن، تحبي تستخدمي نيوزيلندي، زي ما انت عايزه. كمان في ناس عملوها كتير قبل كده بالعلب، بس انا بصراحه ما جربتهاش يعني بالسمنه العلب، بس طبعا بتكون متجمده في الفريزر، يعني متبقاش سايحه. انا جبت المفرش السيليكون، خدت حته بقى فردت عليها بالكيس. ما بحبش استخدم خالص الورق الزبده في العجين، بحيث ان هو بيشرب الزبده اللي في العجين فبتنشف. جبت كميه من القطعات اللي عندي. اهم حاجه ان تبقى سمك العجينه رفيعه، مش تخينه قوي ومش رفيعه قوي. هبتدي اقطع بكل القطعات الاشكال اللي عندي قلب وعندي نجمه. انا مش اشتريت كل دول في وقت واحد، انا بشتري شكل واحد تقريبا كل سنه او كل عيد، عشان يبقى حاجه مختلفه وحاجه مغيره، وعشان ما اكلفش نفسي. تمام كده. والدوريات دي انا شايفين، انا يعني لو انتوا واخدين بالكم، انا عاملاها بغطا عندي كده، وببتدي اخرم الخرم الصغير ده بقمع. واشتريت قطعات صغيرة كده، كانوا مع بعض او 5 تقريبا مع بعضيهم.
صدقوني مش فاكره تمنهم، تقريبا كانوا ب35 جنيه. للناس اللي هي ما بتحبش تزوق بالشوكولاته، بنزوق بيها على الشكل من فوق بدل الشوكولاته عشان ما نكلفش الدنيا. بصوا بقى جميله ازاي. دي الكميه كلها اللي طلعتها لي كيلو الا ربع من الدقيق. انا عندي شوكولاته فارماسي، وعندي مكسرات، جوز هند، شوكولاته الوان، شوكولاته شيبس، سوري كريسبي، وبعد كده شوكولاته بالحليب، وشوكولاته بيضه، وشوكولاته دارك عادي، ومربى الزق بيها. طبعا التزويق ده بتاعك انتي خالص. حابه بس الفت نظرك لحاجه، لو اول مره تسوي بسكوت شوكولاته او بيتيفور شوكولاته او صابلي شوكولاته، فانتي قدامك حل وحيد علشان تعرفي تظبطي يعني تظبطي السوا بتاعه، انك تاخدي واحده عجينه من العجين الابيض العادي اللي هو بتاع الفانيليا، تحطيه في وسط الصاج بتاع العجين الشوكولاته. احنا دخلنا العجين بتاعنا على درجه حراره 180 في فرن يعني مسخن مسبقا. قعد يا دوبك 8 دقايق تقريبا، مش اكتر من كده. وبعد كده طلع مظبوط بالشكل اللي انت شايفاه. هبتدي بقى اديكي افكار بس من التزويق زي ما انت حابه. عايز تلزقي من جوه شوكولاته، تمام. حابه تلزقي مربى، تمام. الاشكال بقى دي ليكي انت واولادك. من احسن الحاجات اللي بنحب نشتغل فيها البيتيفور والصابلي. الاولاد بيطلعوا منها اشكال حلوه جدا، تحفه جدا. يعني هي دي بقى ايه فرحه العيد زي ما بيقولوا. المهم انا لزقت بقى بالشكل دوت من كتر ما البسكوت او الصابلي ناعم معايا. بصي دي اتكسرت مني وانا بضغط عليها كده، فخلي بالنا بقى بالراحه علشان ما نهدرش بسكوت كتير، علشان خاطر الحاجه غاليه واحنا تعبانين فيها، فما ينفعش نبوظها. فبالراحه كده بقى مع نفسنا كده، واحده واحده. حابه تنزلي بقى في شوكولاته فارماسي، تمام. حابه تستكفي بس بالاشكال اللي احنا حطيناها، العجين اللي احنا حطيناه الصغير دوت، وتلزقيه بس كده علشان ما تكلفيش نفسك، برضو هيطلع حلو قوي. اي حاجه هتعمليها لاولادك بحب هتطلع جميله، وهتطلع طعمها احلى بكتير. بس كده انا ببتدي بقى احط كده حاجات بسيطه كده علشان الشكل يطلع مقبول، وطعمها بجد بيبقى هايل. ممكن الصابليه يتعمل في اي وقت، مش محتاج خالص تستني لغايه العيد. ممكن تعملي نص المقدار ويتعمل جنب شاي بلبن، او جنب نسكافيه بلبن. يتعمل لما حد يخش لك يعني ضيوف جايين لك تقدميه معاها، عيد ميلاد برضو. بصي شيك جدا جدا جدا، وحاجه كده فخمه. يعني مش عارفه اقولك انا بحبه قد ايه. المهم لو استفدتي بقى انت بالفيديو بتاعي النهارده، ما تنسيش تعملي لايك وشير لو عجبك. ولو نفذتي حاجه من الحاجات بتاعتي بتاعه العيد، سواء السنه دي او اي سنه من السنين، صوري لي منها، واكيد هتطلع احلى من بتاعتي بكتير. العلبه دي انا جايباها عشان اقدم فيها. بتخلي شكل الحاجه كده زي ما انتم شايفين كده فخمه. لو انت هتفتحي مشروع وتعملي المشروع كحك وبسكوت ونواعم العيد، العلب دي جميلة جدا في التقديم، وشكلها شياكة كده زي ما انت ما شايفة، وبتظهر جمال الحاجة. زي ما انتم ما شايفين كده عملنا في البيت صابليه بأقل التكاليف. اكيد 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 هيكون اقل من 8 علبة زي كده بتشتريها من بره دلوقتي، بتوصل ل 300 و300 وشوية من اي محل بره. عملتيها في البيت لأولادك بكل الحب. اشوفك في فيديو جديد. باي باي.